السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين والروايح المنعشة والرغاوي والطاقة الإيجابية. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحقق كل أمانيكم آمين يا رب العالمين، وربنا يكبر بخاطرنا جميعًا يا رب. النهارده الروتين كله كده رغاوي وطاقة إيجابية كدهِ، إن شاء الله هيعجبكم. أنا الصراحة كنت مش ناوية أنزّل فيديوهات تاني يعني الصراحة ما فيش تشجيع خالص، بس لمّا عملت الوصفة الجبارة بتاع الصابون ديّة جميلة جدًا، أي حاجة عندِك بقى تستخدميها فعّالة جدًا بقى تنضيفات أي حاجة. هنعمل بقى الأكلة الجميلة الجبارة اللي قدّامكم ديّة، يعني إيه ما شاء الله يعني، إن شاء الله تعجبكم. بس الصراحة لمّا لقيت الوصفة جميلة جدًا وحلوة، قُلت لأ لازم أنزّلها كده لحبايبي يستفادوا منها، وكمان إحنا دلوقتي بقى شغالين بقى في تنضيفات العيد وبتاع، فدي جميلة جدًا لتنضيفات بقى العيد، أي حاجة عندِك بقى تعمليها، والجميلة أوي بقى السيراميك بقى طبعًا في المطبخ دهون بتاع تنضفها لِك في ثانية، جميلة جدًا، شايفين الرغاوي الجميلة؟ دي يا دوبك أنا حطيت إيه، ما حاجات بسيطة جدًا، أنا حطيت الصابون العادي اللي باجيبه كمان الصابون السايب العادي حطيت حوالي 3 أكياس وحطيت كلوركس ألوان ب5 جنيه، وصفة جميلة جدًا، 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 قلّبتهم رجيتهم في بعض واستخدمتهم، شايفين الرغاوي؟ الرغاوي دي بقى اللي عملتها لي بقى هو كيس كلوركس أنتم شفتوه ده هو اللي عامل لنا الرغاوي، ويشيل لنا بقى أي دهون، أي حاجات صعبة، وكمان في دعاية المواعين جميلة جدًا، عطت لي لمعة للمواعين جميلة جدًا، يعني الألمونيا كده عطت لها لمعة حلوة أوي. يعني أساسًا الواحد كده من فرحته كده من الرغاوي دي عمّالة أدوّر كده في المطبخ، أي حاجة ألاقيها كده أعملها، يعني الرغاوي دي بتشجّع طبعًا وتدّي طاقة حلوة أوي كده، فقُلت لأ لازمًا كده أنزّل الفيديو كده وأخواتي كده وحبايبي كده يستفادوا منها، والصراحة مش عارفة أنزّل فيديوهات تاني والّا إيه، والله مش عارفة الصراحة، أنزّل تاني والّا لأ والله ما أعرف، ي محتاجة كده دعواتكم كده وتشجيعكم، وربنا يكرمنا جميعًا، فالصراحة يعني صوّرت الفيديو كده بالعافية كده عشان تستفادوا منه. وكلنا بنستفاد من بعض، أي حد بقى عنده معلومة، أي حاجة نستفاد كلنا إخوات ونستفاد من بعض، ما حدش يعني بيتولد متعلم يعني، كلنا بنتعلم من بعضينا. أنا شُفتوا بقى الرغاوي جميلة جدًا، طبعًا هي في التصوير كمان الرغاوي أنا بادعُ كمان مش باينة أوي، بس الصراحة حلوة أوي، وأنا وريتها لكم في الطبق كده قبل ما أعمل، يعني هي جميلة أوي، دعكتِ بيها بقى يعني ممتازة، هتغسلي بقى كمان ممكن تغسلي بقى السجاد بس زوّدي عليها كيس برضه كلوركس اللي هو البودرة ده. واعملي بيها بقى أي حاجة، يعني هي جميلة أوي، يعني الكنكة اللي قدّامكم ديّة لو باينة معاكم أعطتها لمعة حلوة أوي، والstainless وكلّه، عملت بردك بها الحوض والحنفية يعني ما شاء الله، اديتها لمعة حلوة أوي، جرّبوها وإن شاء الله هتعجبكم. خلّصت بقى كمية المواعين كدهّة وقُلت لأ أستفيد بقى بالرغاوي الجميلة دي، وفضلت بقى أعمل كل حاجة أي حاجة كده في المطبخ محتاجة تنضيف عملتها، شايفين بقى الرغاوي كده في الحوض، جميلة أوي، أوي. بس الصراحة ما دعكتش بقى البوتاجاز، أنا لقيت البوتاجاز بقى نضيف، فما دعكتوش بقى الضرد. شايفين الروايح؟ يعني الرغاوي دي بتدّي نشاط كده طاقة إيجابية مش معقولة. دعكت بقى الحوض كلّه، شايفين بقى الرغاوي الجميلة؟ قُلت لازمًا كده أصورها لكم، جميلة أوي. أنا كنت نِفْسي كده ألاقي كده وصفة كده تعلّي الرغوة كده، نِفْسي كده أعمل كده أحب أنا يعني أي حد بيحب كده الرغاوة العالية كده وهو بيشتغل كده، وهو بيعمل الحاجة. الوصفة دي جميلة أوي، كنت عاملة وصفة قبل كده بس ديّة وصفة أكتر منها يعني، دي كانت بترغي برضك، بس لأ دي بقى أكتر منها بقى، بترغي أكتر. هنا بقى غسلت كمان الشباك، يالّا بقى فضلت كده أدوّر في المطبخ كده وأعمل، كمان بقى دعكت بقى الإدراج بتاع المطبخ وكلّه، وبرضك كده مسكت برضك كده الرخامة دعكتها، الرخامة عامةً هي مش عليها حاجة، يا دوبك حاطة عليها بس اللي هي
اللي هي الزهريات دي وبتاع دي وباقي العلب دي أنا هارجّح ضغط في الإدراك. يعني دايمًا أنا باسيبها فاضية كده زي ما أنتم شايفينها كده، ما فيش بس اللي هي زهريات الورد باحطها. باحب كده أسيبها فاضية كده تبقى بتدّي طاقة كده حلوة. أحط فيها حاجة الواحد يبقى متضايق، باحب أبقى تبقى فاضية كده. وعملت كمان عارفة المقابض اللي قدّامكم ديّة، كانت برضه كانت فيها بُقع شوية، عملتها بالوصفة ديّة نضفت في ثواني الصراحة. هنا بقى أعمل خلطة كده زي الفراخ يعني هي تعتبر دي فراخ مشوية، ضربتهم في الخلاط، حطيت بقى حبايبي حطيت حوالي كده كترت الطماطم شوية عشان أحط شوية البطاطس، حطيت حوالي كده 10 حبات طماطم، و4 فلفل كده رومي، وواحدة شطة، وبصلتين كده أبيض، وواحدة أحمر، وحوالي كده 6 فصوص توم، وحطيت بقى كل أي توابل عندِك حاباها تحطيها بقى، أنا حطيت بقى التوابل اللي عندي بقى، حطيت كزبرة بقى والكمون حاجة بسيطة، وفلفل أسود، وبهارات فراخ، وحطيت كمان بابريكا، عاوزة تحطي بقى توم بودرة، بصل بودرة، اللي أنتِ حاباه حطيه، بس طبعًا كترتِ لها كزبرة شوية، أحلى حاجة فيها الكزبرة تبقى حلوة فيها، وضربتهم كلّهم في الخلاط، ومسكت بقى الفراخ كلّها تبّلتها، أنا باحب مش أتبّلها من جوّه بس، باحب أتبّلها كده من برّه ومن جوّه، وكمان بين الأنسجة كده زي ما أنتم شُفتوا كده تبقى الأنسجة باحب أحشيها كده، زي ما أنتم شُفتوا كده حشيتها بالتتبيلة تشرب التتبيلة أكتر وأكتر. هنا بقى كنت سايبة شوية تبّلت بيهم بقى البطاطس، قطعت عليهم كمان حبّة فلفل وجزر، ما قطعتش بقى بصل، اكتفيت بالبصل اللي هو في الطماطم، وزوّدت عليها كمان صوص طماطم عشان تكمّل معانا السِوَى، وأحط بقى الفراخ عليها على الوش، أرصهم بقى كده وأحط بقى على الوش هنا بقى هاحط عليهم صوا صوص، ممكن الصوا صوص تحطها في التتبيلة بس أنا استكفيت كده أحطهم كده على الوش كده تدّي لون، وبرضك هتاخد هت وسعرها بسيط، تمن إزازة الخل، وكمان طبعًا إحنا مش بنستخدمها مرة و2 و3 يعني الإزازة ممكن بتقعد عندي بالشهرين وأكتر، يعني هي حاجة بسيطة، بس هي العيال طبعًا بيحبوا الحاجات ديّة، مش غالية ولا حاجة، حطيت حبّة كده على الوش، وحطيت كمان حبّة طماطم كمان على الوش، وأحط لها حبّة ملح كده وفلفل، وهادخّلها الفرن، ولمّا استوت أحطها تحت الشبكة، ده الشواية بقى اللي فاضلين من سوى التتبيلة بتاع الفراخ، أحطها كمان، استوت بقى بالصوص كلّه، استوت معانا، رُحت حطيتها تحت الفرن، إيه رأيكم في الجمال ده؟ أكلة سريعة وجميلة جدًا، طبعًا كل الأولاد بيعشقوها، وفراخ بقى مشوية وآخرها جمال، ما شاء الله، ربنا يديمها النعمة يا رب. وطبعًا أساسًا الرز، عملت بقى رز بشعرية دي أساسًا معاه، وحبّة سلطة، يا رب طريقتي تكون عجبتكم، ويا رب الفيديو كان عجبكم، مع ألف